مساء الورد يا صاحبي. لو احنا اتكلمنا من 4 سنين عن احمد سعد كنا هنقول كلام غير اللي هنقوله النهارده خالص، واخبار وكل حاجه غير الراجل اللي احنا هنتكلم عنه النهارده خالص. سبحان الله، سبحان مغير من حال الى حال. ازاي احمد سعد اكتر مطرب مشبعني فنيا. مفيش مطرب نزل البومين في سنه، دي حاجه ما حصلتش من زمان قوي وبتحصل دلوقتي. وانه الالبومين كل ألبوم فيهم يبقى كونسبتشوال قوي، يبقى ألبوم ليه كونسبت، ليه صوت، ليه لون، ليه مزيكا زي أحمد سعد. لو قلت لك صيف عمرو دياب، السنجل فضل شاكر، لكن التجربة الفنية أنا بالنسبة لي أحمد سعد عمل في الشتاء ألبوم عظيم جدا، ألبوم كله لاتين وفلامينكو اللي هو اسمه حبيبنا. أنا بحبه حب وبسمعه لغايه النهارده، والالبوم فيه مزيكا وفيه غنى وفيه فتوانه احمد سعد بتاع من 30 سنه، اللي انا كنت بحبه زمان ايام اللي في جراح نسيني او وحشتني عيونك او انانيه وغرورها ماليها. كنت مفتقد انا الراجل ده 20 سنه احمد سعد كان بيعمل فيهم اي حاجه غير انه يبقى احمد سعد، لغايه اما ربنا فتح عليه من اول وجديد وعمل الشغل الجديد. ألبوم حبيبنا نزل في الشتاء، يليق على الشتاء. طيب نعمل ايه في الصيف بقى؟ عمل ألبوم من اغرب بصراحة التجارب اللي سمعتها في حياتي، لاني لو عايز اضيق يعني وحسوك قوي هفضل اتساءل هل دي اغاني ولا مونولوجات، لانه كلامها في تكه كوميدي. طب ما الكوميدي، الاغنيه الكوميديه كان بيطلق عليها زمان مونولوج، دلوقتي بيطلق عليها اغنيه. بس انا بحبه وبقعد اسمعه وانا مسافر، تلاقيني مشغل بيستهبل دي وقاعد طق 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 طق. انت عارف اللازمه دي؟ يعني اعتقد ان احمد سعد اتاكد ان واحده من السيلينج بوينتس بتاعته هي خفه دمه شخصيا والقلش اللي بيقلشه، فقرر يقلشه في الشريط، بس معمول بكواليتي حلوه قوي يا معلم. احمد طارق يحيى عامل كواليتي في المزيكا عجب. الاغاني دمها خفيف في نفس الوقت، الصوت السراوندنج بتاعها واصوات المزيكا واصوات الارتام واصوات صلوهات عظيمه. انا طالع من الشريط الاخراني ده قول مثلا ب4 اغاني بحبهم جدا. انا بحب بيستهبل، بحب بطه، بحب مكسرات، وبحب شفتشي. وعايز اقول لك انا بحب كمان احنا والله خدنا عين. لا انا بحب الشريط ده جدا على فكره. يعني انا قريب كنت مسافر نويبع، شغلته، مصورين لي فيديوهات وانا عمال تك وطوط طبعا، عشان بصراحه انا مبسوط ان احمد سعد بيعوض لي ال20 سنه اللي ما كانش فيهم احمد سعد. ويعني فيا عم احمد، شكرا على ألبوم الشتاء حبيبنا. انا بحب منه قوي. مفتقدني دي فيها جمله بيقول لك ايه؟ واللي بتقوله اتحكالي واللي بتقول له حكالي، ناس كتير مستصغراك. اعتقد ده كلام تامر حسين. في اغاني حلوه قوي طول الشتاء، ويجي الصيف يعمل ألبوم بالحلاوه دي في الصيف. فبصراحه عظمه العظمه. عم اعمل لك شاي معايا؟